اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل طبق الكشري التحفة ده والصلصة والدقة. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. يلا بينا نشوف القمر ده اتعمل ازاي. كشري الحلة الواحدة، مش هتقف في المطبخ كتير بقى ولا بهدلة في الحر ولا الكلام ده كله، طعمه جنين ومفيش حد ما بيحبش الكشري. هنجيب حلة ونحط فيها زيت بس تكون كمية كويسة، وهنا انا مقطعة بصل جوليان ورش عليه حبة ملح وحبة دقيق عشان يبقى مقرمش زي بتاع المحلات. وهنسخن الزيت كويس وننزل فيه بالبصل ونفرشه كده في الزيت عشان ما نحطوش فوق بعض ويطرى. نفرشه كده في الحلة كلها. وهنا نجيب حلة تانية ونحط فيها حبة زيت وننزل فيها بحبة توم، نعمل الصلصة قبل ما البصل يتحمر براحته. نقلب التوم لغاية ما ياخد لون ذهبي. الريحة فظيعة يا جماعة، شميني الريحة، قولوا شمين. يلا ننزل بربع كوباية خل، نسيبهم يغلوا غلوتين كده مع بعض. طبعا الريحة فظيعة. وننزل بالصلصة، دي طماطم مضروبة وهنضيف عليها نص معلقة فلفل اسود ونص معلقة كمون ومكعب مرقة وملح حسب الرغبة. طبعا الكمية والمقادير مقادير الكشري من اوله لاخره ودي على حسب عدد افرادك وعلى حسب انتي بتحبي ايه اكتر من ايه، دي حاجة ترجعلك انت. كده خلاص البصل اتحمر معانا وخد اللون الذهبي الفظيع ده، كده تمام. نشيله بقى ومقرمش وتحفة، جربوها تدعولي. نصفيه كده كويس ونشيله في طبق، ولما نحطه في الطبق نفرشه عشان ما يطراش. شايفين اللون؟ تحفة. كده خلاص شلنا البصل في الطبق وفرشناه وهنسيبه بقى يهدى على جنب براحته. ودي حلة تانية حطيت فيها مية وسبتها تغلي عشان اسلق الحمص. الحمص ده يا جماعة انا نقعاه سوري في مية سخنة وسبته حوالي ساعتين عشان ما يطولش على النار يعني. هنغطي الحلة بقى ونسيبه يستوي براحته. هنا هنعمل الدقة. معايا ربع كوباية خل وعصير ليمونة وملح وكمون وثوم مفروم. هنحط الثوم ونضيف عليه الكمون وعلى قد ما تقدروا بقى ادعكوا الثوم في الكمون كده على قد ما تقدروا، ده بيخلي الثوم مش ظاهر قوي، طعمه مش ظاهر قوي. ودي احسن واحلى دقة انا جربتها، جربوها هتدعولي، احلى من اللي بتتعمل على النار بكتير. شربوا الثوم الكمون كده قوي، ده ما بيخليش طعم الثوم ظاهر قوي. هنضيف الملح والليمون والخل. معلش انا مش عارفه المعلقه التانية دي بتعمل ايه، بس معلش اعملوا نفسكم مش شايفينها. انا كنت نسيت اجيب الميه، معلش برضو. وهنحط كوبايه ميه، نقلب بقى كويس عشان يدوب الملح. حلو قوي يا جماعه، جربوها. هنفضل نقلب لغايه ما الملح يدوب كويس
وكده خلاص خلصنا الدقة. نيجي بقى نعمل الكشري. الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل ده اوعي ترميه ولا تركنيه ولا الكلام ده كله، ده احلى حاجة في الوصفة. هنحمر فيه الشعرية. طبعا الرغاوي دي عشان انا بستعمل معلقة سيليكون طبعا. شايفين لونها عامل ازاي؟ لونها حلو قوي وذهبي. ننزل بقى بالرز. طبعا انا قلتلكوا الكمية دي ترجع لكم انتوا. تشوحوا كويس قوي لغاية اما يتغلف كله بالزيت. شوحوه على قد ما تقدروا عشان يطلع معانا مفلفل وجميل. طبعا هنجيب العدس نحطه. العدس ده برضه انا كنت غسلاه ونقعها ساعة عشان طبعا هو بياخد سوا شوية عن الرز عشان الاتنين هيستووا مع بعض، فما تبقاش حاجة مستوية حاجة نية. ونشوح برضه كويس جدا. نجيب المكرونة. انا النهاردة مستعملة مقصوصة وقلم. ما بحبش احط الاسباجيتي على الكشري لان انا عندي اطفال. طبعا انا قلتلك حطي اللي يعجبك وحطي اللي انتوا حابينه. هنا هحط كمون وملح ومكعب مرقة بس كده. نقلب بقى كويس ونكون بنغلي مية على البوتاجاز. لازم مية مغلية عشان ما يعجنش مننا. ونزود. بتبقى المية اعلى من الرز بحوالي عقلتين صباع كده. شايفين انا حطيت المعلقة يدوب الحرف بتاعها كان على الوش كده تمام. هنفضل معليين عليه طبعا لغاية ما يتشرب كده. بقى اتشرب خلاص. هنوطي عليه بقى على اهدى حاجة ونسيبه لغاية ما يستوي. شايفين شكله عامل ازاي كده؟ كان خلاص استوى. شايفين مفلفل ازاي؟ تحفة تحفة. لازم تجربوه طعمه حلو بجد. يلا بينا نغرف القمر ده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ويا ريت تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. شايفين الجمال يا جماعة؟ هنا الصلصة والدقة وطبق الكشري اللي بيتكلم عن نفسه ده من جماله مش قادرة اوصف لكم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كلوا معانا. يلا قومي جربيه بسرعة. مستنية ايه؟ باي باي.